السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا أحلى متابعين؟ رجعنا لكم بوصفة الهريس بناء على طلب واحدة من المتابعات. شوفوا معاي الهريس، طريقته جدا سهلة وسريعة. شوفوا معاي الطبق شلون، وشوفوا قوام الهريس ولون الهريس، عينكم على اللون. وما شاء الله حاطين فوقه الدهن الخالدي، طعمه جدا لذيذ وخفيف. يلا مع بعض أعلمكم شلون سويت الهريس البحريني على صولة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الهريس ما في أي مكونات، مجرد مكونين اللي هو اللحم وحب الهريس. هني طبعا اللحم اللي استخدمته نفس ما انتو شايفين اللي هو لحم الخاصرة. يعني لازم إذا بتسوون هريس تقولون حق اللحام أو اللي تشترون من عند اللحم إن نبي الجزء اللي يكون يسمونه هم الخاصرة اللي هو حق الهريس. وطبعا بتشوفون شوي هني في شحم شوي، هذه كلها راح ينشال بعدين قبل ما نضرب الهريسة. شوفوا ما شاء الله هني غسلت اللحم زين ما زين وخليته في مشخالة عشان اي سائل زايد فيه ينزل في الصحن اللي تحت المشخالة. الحين بقول لكم شنو راح اسوي في اللحم. طبعا انا في كل اكلة لازم افوح اللحم ربع ساعة. وهني طبعا عندي الجدر راح احط فيه اللحم، ومن احط اللحم في جدر الهريس راح احط عليه كمية من الماء. انا هني ايش راح اسوي؟ راح اسلق او افوح اللحم لمدة ربع ساعة، بعدين راح اكت مايه وراح احط ماي ثاني نظيف اللي هو راح ابتدي فيه الشغل. وراح تشوفون كل الخطوات معاي وانا اسوي الهريس. هني طبعا حطيت كمية من الماء، الحين راح اغطي عليه وبخليه يطبخ لمدة ربع ساعة. وهني رجعت حق جدر الهريس، طبخ عندي اللحم ربع ساعة وشلته وغسلته وحطيته في مشخالة. الحين برجع بحطه في جدر الهريس مع كمية من الماء. هني راح ازيد شوي الماء. وهني الهريس على حسب انتو شلون تحبونها يامدة قللوا الماء، تحبونها شوي لينة نفسنا كثروا الماء. الحين هني بقطع عليها وبخلي اللحم يطبخ لمدة ساعة. وني هني حق حب الهريس، انا هني استخدمت كيلة حب هريس، واللحم استخدمت 1.5 كيلو. هني طبعا نقعته حب الهريس قبلها بليلة في الثلاجة احسن عشان يستوي معاكم بسرعة. وطبعا في واحدة سألتني شنو هي الكيلة اللي تعايرين فيها. احنا طبعا نقيس فيها العيش، نقيس فيها الهريس، نقيس فيها كل شيء. وطبعا هذه بيكون شكلها اللي هو قوطي اناناس قديم، نستخدمه حق العيش، حق كل شيء نعاير فيه. طبعا هذه عادات وتقاليد من سنين. نرجع الحين حق اللحم عقب ساعة. شوفوا شكله، وأبيكم عينكم على الماي مال اللحم، ما شاء الله نظيف ما في أي شوائب. الحين يدور إني أحط حب الهريس، ومن أحط حب الهريس كذي بقلبه مع اللحم. أنا ليش حطيت حب الهريس في هالمرحلة؟ لأني نقعته من أمس فبسرعة راح يستوي، وتقريبا اللحم شوي استوى. فحين شنو بسوي؟ راح أقطع على الجدر وبخليه يطبخ لمدة ساعة. أول شي على نار عالية، وبعدين بنوطي النار على نار كلش هادئة. وهني رجعت حق جدر الهريس عقب نص ساعة. طبعا احنا كل نص ساعة بنفتح عليه وبنقلب حب الهريس مع اللحم عشان ما يلزق لنا تحت اي شيء في الجدر. تقدرون تحطون تنكة او اللي يحطونها تحت الجدر، ما اعرف انتو في كل دولة شنو يسمونها. المهم وبقلب كذي الهريس مع اللحم وبرجع اغطي عليه وبخليه نص ساعة. وهم هني رجعت لها عقب نص ساعة، ما شاء الله كل شي ذاب مع بعضه. شوفوا حب الهريس ذاب عدل، وبعد براويكم اللحم شلون ذايب ما شاء الله. شوفوا للحمة ذايبة ذوب.
شوفوا معاي هني اللحم ذايب ذوب، من كذي احنا نستخدم لحم الخاصرة. ودام عندي اللحم استوى والحب الهريس استوى، الحين يدور اني احط الملح، والملح طبعا على حسب الرغبة. الهريس البحريني الاصلي ما ينحط معاه اي نوع من البهارات غير الملح. ومن احط الملح بقالب فيه عدل مدل، وحين بعطيه ربع ساعة عشان حب الهريس واللحم يتشرب الملح، عشان نوصل للمرحلة الجاية اللي هي مرحلة ان احنا نضرب الهريسة. وحين اني حق مرحلة ضرب الهريس، طبعا شوي انا بتشوفوني اضربها بصعوبة لان حطت او حاطة الجدر فوق الفرن. الجدر طبعا يفضل أن ينحط في الأرض على فوطة عشان ما يتمزلق وما يروح يمين ويسار. شوفوا هني قربلني، فتدقونها بقفشة أو بمضرب الهريس. طبعا أنا هني ما عندي مضرب هريس، فقاعدة أضربها بقفشة العادية اللي هي قفشة الطباخ، لأن الكمية جدا قليلة، وما شاء الله يبيله قوة ويبيله أحد يساعدكم وانتو تضربون الهريس. الله يعطيني الصحة والعافية. وهني طبعا أحلى فقرة اللي هي فقرة النشاب. طبعا نشبت من قبل حق جارتي، وهذه الكاب لكم. فهني نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا معاي قوام الهريس. أنا طبعا متحمسة لأن الهريس من الأكلات السهلة اللذيذة السريعة. طبعا مو سريعة في الطبخ، تأخذ لها ساعتين بس، سريعة إنه ما فيها حماس ولا أي شيء. ومن الأكلات التقليدية القديمة اللي ما زلنا محافظين عليها، ودايما نسويها في رمضان، وحلاته طبعا في رمضان وحلاته في الشتاء. ونشبنا هريستنا في كاب الطيبين. احنا نحط سمنة، تبون دهن خالدي المتوفر عندكم. وحين نسوي كذي وجه الهريس بالسمنة او بالدهن الخالدي او بالزبدة اللي تحبونه، تقدرون تستخدمونه على وجه الهريس. طبعا هذه عادات وتقاليد، لازم نسوي كذي حفرة في الوسط في كاب الطيبين ونعدل الجوانب. وطبعا لقطة جريبة من طبقنا التقليدي البحريني اللذيذ اللي هي الهريس، وسويناها على لحم. وانا نسيت ما ذكرت شنو نوع اللحم، اللي هو بيكون لحم عجل، هو احسن لحم بيكون حق الهريس. شوفوا خطواتها جدا سهلة، حاولوا تطبقون الطريقة، واذا طبقتوها كتبوا لي تحت في التعليقات. ما يبيلها اي شيء، جدا سهلة والطبق جدا لذيذ. وحين وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو اسعدوني باللايك والتعليق الايجابي. وحين اقدر اقول لكم مع السلامة وفي حفظ الرحمن.